أهلا بكم. القارة الإفريقية يحتفى يومه 25 بيومها العالمي. إفريقيا الأغنى من حيث الموارد الطبيعية في العالم، تملك الاحتياطي الأكبر من المعادن النفيسة، وتحتفظ بنسبة كبيرة من مصادر الطاقة والأراضي الصالحة للزراعة والغابات والحياة البرية. ورغم هذه الوفرة في الموارد الطبيعية، إلا أن اقتصادات دول القارة لا تحتل المكانة التي تستحقها في الاقتصاد العالمي لأسباب تاريخية ارتبطت بالاستعمار والأطماع الخارجية. في السنوات الأخيرة برز وعي بأهمية التعاون بين دول القارة، والمغرب بقيادة جلالة الملك أكبر المنخرطين والحريصين على تعزيز التعاون جنوب جنوب والملتزمين بقضايا إفريقيا. يقود عدة مشاريع خاصة في المجال الزراعي والمجال الطاقي، ومن بين المشاريع الاستراتيجية أنبوب الغاز نيجيريا المغرب. يونس رفيق. حوالي 1000 اتفاقية أبرمها المغرب مع البلدان الإفريقية منذ سنة 2000، ما يعكس الالتزام الإفريقي للمغرب وتضامنه الثابت ولا مشروط إزاء الدول الشقيقة والصديقة بالقارة الإفريقية التي تخلد في 25 من ماي من كل سنة يومها العالمي. وفي إطار رؤية ملكية مستشرفة للمستقبل، جلالة الملك محمد السادس يقود مشاريع استراتيجية كبرى. أنبوب الغاز نيجيريا المغرب مشروع هام موجه للأجيال الحالية والقادمة، يعمل من أجل السلام والاندماج الاقتصادي والإفريقي لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها 440 مليون نسمة، يمتد على طول ساحل غرب إفريقيا انطلاقا من نيجيريا وصولا إلى المغرب، قبل ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. وتحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، أطلق المغرب عددا من المشاريع الرامية إلى تحسين المردودية الفلاحية وضمان السيادة الغذائية لإفريقيا، من ضمنها المبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية التي تعرف بمبادرة تريبل A، والتي تم إطلاقها بمناسبة قمة العمل الإفريقية التي انعقدت بمراكش على هامش كوب 22، إضافة إلى إقامة وحدات الإنتاج الأسمدة بإثيوبيا ونيجيريا ومنح هبات الأسمدة لدول إفريقية شقيقة وصديقة. وكلما تعلق الأمر بأمن واستقرار إفريقيا، يبصم المغرب بقيادة الملكية على حضور قوي من خلال مساهمة المملكة في عدد من عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة في إفريقيا. كما يعمل المغرب تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين الملك محمد السادس على تشارك خبراته في مجال تدبير الشأن الديني، يتبدى ذلك جليا من خلال الدور الذي يلعبه معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالرباط، ومؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة المتمثل في النهوض بالقيم السمحة للإسلام ونبذ التطرف والانحراف.